السلام عليكم يا شباب الخوازينة، تحية طيبة. نكمل شرح الأدوات. نفتح ملف، فتح، نروح على الصورة المخزونة. طبعا راح نلاحظ شوية صورة تتأخر يلا تنفتح، لذلك راح أقلل من حجمها. هذا يعني حجم الصورة جدا كبير، لذلك من أرفعها وبهذا الحجم ما راح ترفع على الفيس يعني، أو تتأخر يلا ترفع. لذلك دا أقلل حجم الصورة حتى يصير الشغل على الصورة أسرع. حجم الصورة طبعا تغيير حجم الصورة. طبعا أروح على صورة، حجم الصورة، خلي العرض طبعا 50، والارتفاع اوتوماتيكيا راح يتغير مثل ما نشوف. نطي موافق. قلنا لإعطاء زوم مناسب، كنترول مع الصفر، كنترول مع الصفر، ضغط عليه، اعطاني تكبير اوتوماتيكي للصورة. طبعا راح اشرح الادوات المهمة اللي نشتغل عليها، يعني اللي ما نحتاجها بعدين نرجع لها شروحات اخرى. اداة التصحيح طبعا شرحناها، قلنا التصحيح لبعض شوائب الصورة. مثلا نفتح القفل مال الصورة، مثلا هذه الغيمة ما اريدها موجودة بالصورة، طبعا احددها واستبدلها بمكان السماء الزرقاء مثل ما تشوفون. راحت هذه الغيمة، وهذه كذلك، وهكذا. لاحظتوا شلون التبديل. أداة فرشاة معالجة التركيز، طبعا هذه تستخدم للتصحيح الأوتوماتيكي، يعني سريع جدا. مثلا موجود لوجو مصمم هنا أريد أمسحه، أو إيميل أو أي شخص يعني مخلي رابط خاص بي. طبعا أنقر على اللون اللي أريده، مثلا بالالت، بصف السبيس الت، واختار اللون، تابعه، واروح على الشي اللي اريد ازيله. مثل ما تشوفون هاي الغيمة اريد احذفها، اوتوماتيكيا صححت يعني من دون تحديد. وكذلك اقدر يعني مثلا هذا مثل ما تشوفون هذا الكيبل الموجود او الواير بالصورة، طبعا راح ادوس الت، اختارته، وراح احذفه بشكل سريع مثل ما تشوفون. وهكذا. اما اداة الفرشاة طبعا هذه تستخدم لاضافة الوان مميزة للصورة، يعني بعدين نشرحها. نستخدم التأثيرات. اداة الاستنساخ عملها ايضا استنساخ جهة الى جهة اخرى. مثلا طبعا الفرشاة كليك ايمن اذا اريد اغيرها ادوس كليك ايمن. هاي عندي هادة، هذه المظللة، دائما اشتغل على المظللة احسن، حتى ما تسوي حدة بالصورة او شي واضح، تخلي الاطراف مظللة يعني ما مبينة انه هذه الصورة تم التلاعب بها. كبر حجم الفرشاة بالحجم اللي اريده، مثلا هذا الحجم. ايضا من اريد انسخ يعني جهة الى جهة اخرى ادوس الت، ايضا الت، كما تشوفون انسخ. يعني هذا الشيء اللغة، ايضا ارجع الت. وهكذا. اداة فرشاة السيارة طبعا هذا عملها جدا روعة. مثلا بالقص، قصيت صورة وفي الطرف من الصورة يعني بالقص انمحى، وما اريد ارجع للقص كله يعني اعيده، اريد فقط ارجع من دون تصحيح او اتعب، ارجع الطرف اللي انقص من الصورة. طبعا هذه السيارة تشوفون عليها انه دائرة، انه ما تعمل. ليش؟ تعمل فقط على الصورة الاصلية. يعني مثلا انا هسه غيرت حجمها، يعني تم التلاعب بالصورة الاصلية، لذلك ما راح اقدر اشتغل عليها. لذلك عملها يبين بالصورة الاصلية، يعني قبل لا اغير عملها واشتغل واقص واكمل يلا اقدر ارجع. مثل ما تشوفون رجعت الصورة، اشتغل، راح الدائرة، راح المنع. مثلا خلنا نقص، نجرب نقص فد نموذج قص. افتح قفل الصورة مثل ما تشوفون،
هذا شيء كنترول زائدا اكس مثل ما تشوفون. نعتبر هذا ناتج عرضي، يعني انا ما ردت هذا الشيء ينقص، بس ينقص بعد ما اني كنت يعني مكمل الصورة مثلا، وهذا راح يسبب له خلل بالصورة. فانا اروح لأداة السيرة طبعا، اختار الحجم المناسب وابدي بالجزء اللي ينقص. مثل ما تشوفون رجع الجزء الاصلي اللي قصيته. اما اداة المساحة طبعا معروف عنها انه امسح الجزء اللي ما اريده، ايضا تستخدم بالقص، قص الاطراف بالخصوص مثل ما تشوفون. ايضا اختار الجزء المظلل، اختار فرشاة مظللة. دائما عملي هنا بالفرشاة المظللة بجميع الفرش، سواء كانت ممحات او اداة استنساخ او سيرة او اداة تصحيح وهكذا. اما اداة هذه الاداة طبعا تستخدم لاضافة لون كامل على، مثلا انا قصيت هذه الصورة، قصيت هذه الصورة واريد يعني مثل ما نسميها خلفية للصورة. اريد هذا الجزء بلون، يعني لون كامل، يعني نعتبر عن انه انا قصيت الصورة كاملا. واضيف دائما لاير، خلي يكون شغله بالطبقات اللي هي لاير، دائما شغله على الطبقات، في سبيل اذا حدث خطأ واريد امسح اللاير فقط، كليك ايمن حذف الطبقة. نعم. هسه نسوي لاير احنا ونروح على اداة هذه اللي هي وعاء الدهان، نختار اللون مثلا لون احمر اريد، ارجع على وعاء الدهان راح اضيف. مثل ما تشوفون طبعا الصورة راحت، لذلك لازم بما انه فتحت قبل الصورة اقدر اقدم الصورة طبعا على اللون، قدمتها من هنا مثل ما تشوفون هذا هو اللون اصبح بالخلف. هذا ايضا مقصوص، لذلك يعني من راح يظهر اللون راح يظهر بالجزء المقصوص ايضا. عندنا اداة التمويه، طبعا هذه تستخدم لتمويه او تغويش، احنا نقول يعني جزء من الصورة مثلا هذا اريد اخليه يعني غير مركز عادية، اللي احنا نسميه بلور او تمويه. مثل ما تشوفون هذا الشخص يعني ما صارت عليه رؤية، او هذه ما اريدها تطلع بالصورة، ايضا هي تطلع بالصورة بس يصير عليها تمويه، يعني فقط من امام هذه الاشياء راح يصير فقط التركيز على الصورة، راح تطلع بشكل احلى. طبعا اكبر الصورة حتى يبين هذا العمل، كبر الحجم. مثل تشوفون كيف بدأت تتغوش. هذا التمويه. طبعا من ادوس كليك ايمن ايضا راح تظهر اداة التوضيح واداة الاصبع. اداة التوضيح يعني عملها مثل عمل فلتر التوباز اللي تعرفون، اللي يعطي لمعان للصورة. طبعا هذا يستخدم للاطراف مثلا، للاطراف طبعا مثل ما تشوفون. طبعا ما يبين الا اسوي زوم، لعمل الزوم كنترول مع اليساوي، ثم بالشف اسحب ذات اليد شف. راح نلاحظ فرق بأداة الأصبع مثل ما تشوفون، هذا الفرق مثل ما تشوفون كانت هيك ثم أصبحت هكذا. هذه الأداة طبعا تستخدم خلفية طبعا للخطوط، التحكم مع هذه الأداة. طبعا مثل ما تشوفون هذه إضافة شكل، مثلا أضيف مستطيل لأجل الكتابة. طبعا مثلا أريد أكتب فد كلمات أو أضيف أي شكل داخل الصورة. طبعا من هنا من هذا
متناسقة مع هذا طبعا. مثل ما تشوفون فقط بس انقر بالطرف راح تظهر لي رؤوس هنا. طبعا هذا يخليني اتحكم مثل ما تشوفون، اصنع شكل خليني اتحكم بهذا الشكل. طبعا مثل كيف ما اريد اسوي اقدر اسوي، وهكذا. حرف التي طبعا هذا يستخدم للكتابة ايضا. هذا يستخدم طبعا بعض الاشخاص يستخدمون هذا عرفنا عمل انه زوم. هذا الزوم هذا طبعا بالصورة مثل ما تشوفون، نقر زوم كيف ما اريد. اما هذه اداة الكيف لتحريك الصورة كيف ما اريد. طبعا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وان شاء الله الدرس الثالث راح يكون عن الاساسيات اللي نستخدمها بالصورة بحيث تطلع الصورة مثالية بألوان مثالية بألوان زاهية من دون شوائب مع تنظيف الصورة. وإن شاء الله ما أقصر وياكم يا شباب الخوة زينة. في أمان الله.